هلو، شايفين الاي لوك ده؟ الفيديو ده توتوريال عن الاي لوك، لكن الفيس ميك اب ده كان في بارت 1. والاي لوك ده انا عملته على شرف ذلك الايلاينر من شي جلام، ايلاينر ابيض، بس ما كنتش اعرف اللي هيحصل بعد شويه. اول حاجه كونسيلر على الجفن فوق العين يبقى بيز للاي شادو. حاولي ما تكتريش الكونسيلر اللي فوق العين، وانا بحب ادمجه بالبيوتي بلندر مش الفرشه عشان اخد اقل طبقه، علشان تتفادي ان فيما بعد الاي شادو بتاعك تلاقيه كتل او خطط. اثبت الجفن بلوس باودر، تقدري تستخدمي كومباكت او حتى اي شادو فاتح المتاح عندك. هتسالوني بقى في دماغك حاجه معينه اي لوك كده عايزه تعمليه، اقول لكم لا، بس انا هعمل الميك اب ده على شرف هذا الشيء. ده ايلاينر من شي جلام لونه ابيض، مشترياه من بدري، ما عملتش بيه اي حاجه، فانا هعمل له ميك اب مخصوص عشان استخدمه. وبما اني لابسه الاسود في الابيض ده، فعايزه العب بايلاينر اسود وابيض برضو، فخلينا نشوف. لقيت البالت دي في وشي فهستخدمها. دي من ال جيرل، هاخد اللون الفاتح ده واحطه فوق هنا، وهدخله كده شويه من جنب الانف كده. ناخد مثلا اللون ده، احنا بنلعب بقى، ممكن نحطه هنا في اخر العين، نمده شويه لبره. بصوا، احنا اللون الاورنج ده ندخله جوه شويه تاني، ماشي؟ خليكم معايا. ايه بقى؟ لاني هاخد فرشه اصغر وهاخد الدرجه دي من البني وهغمق بيها الاخر هنا، وارجع للفرشه دي عشان ادمج كده ما بينهم. بنسل براش بقى، وهاخد افتح درجه دي احطها من قدام هنا، وبرضو نرجع للفرشة الأولى عشان أدمج بين اللون الفاتح ده والأورنج اللي في النص. بقى أنا الميك اب قمر كده، عايز له ماسكارا ورموش ويكمل من تحت وخلاص، بس هستخدم الايلاينر الأبيض يا ده يا هو النهاردة. ركزوا بقى معايا، يا هل أعمل دبل ايلاينر مثلا كده بالأبيض، ولا بالأسود وأحط فوقيه لاين أبيض، ولا أحط ايلاينر أسود عادي جدا وأمشي فوقيه ايلاينر أبيض؟ أعمل ايه؟ بص، فرشة انجلد كده عليها شادو اسود، وهمشي كده هنا ومن فوق هنا، تمام كده، وهتقل عليه بالايلاينر دلوقتي. انا حرفيا بعد كل مرحلة بكتفي بشكله كده عادي. هحدد العين شوية بس بشكل ناعم كده، هستخدم الفرشة الانجلد بالشادو الاسود، بمشي شرط صغننة خالص هنا. اللحظة المنتظرة بقى، احط الايلاينر الابيض جوه ولا خط واحد من بره؟ حاسه نخليه من جوه. اوكي، هو ده كده شكل الايلاينر. ما تضربوش، اسيبه كده واحط خط من فوق هنا يبقى احلى. كده تمام، يعني كده عاجبني قوي الشكل، بس عايزه اقول لكم الايلاينر ده مش حلو يعني. اتوقع ثباته مش هيبقى احسن حاجه، لانك لما بتعملي وتيجي تعملي تاني بيقشر، بيشيل الطبقه الاولانيه. الايلاينر ده سيء جدا، ما مش شايفين الفرق بين دي ودي؟ هنا الخط ازاي آه، مرسوم كله مع بعضه، هنا مقطع كده، ولو جيتي تعيدي عليه هيقشر. انا مش عارفه هل المشكله في القلم اللي معايا ده آه، ولا هو الايلاينر كده مش حلو. يعني لو حد فيكم جرب ايلاينر شي جلام يقولي. هعيد بس على ده نفس التحديدة بتاعة الشادو اللي مشيت فيها على الجفن من فوق، همشي على النص الاخراني بس من تحت هنا. الفرشة بقى الصغيرة دي فاكرينها، هاخد اللون البني واحطه كده هنا من الاخر، ادمج بيه الاسود، واللون الاورنج كده هحطه من النص لقدام. بما اني حابة الميك اب يفضل مات كده زي ما هو، هحط بس هايلايتر في المدمع وفي الحتة دي. طبعا انتوا مش عارفين انا بضحك ليه دلوقتي، لاني بفكر جديا احط كحل ابيض في اخر العين بس، بحيث يبقى هنا الاسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض. فاهمين قصدي؟ لا، هقول لكم، احنا نخليه على بيج، لان الايلاينر الاخير اللي انا حطيته ده بيج اكتر من ان هو ابيض.
انا كملت بالجفن الصراحة، يعني البيج بينور كده العين ومش بيخض زي الابيض، خصوصا ان انا عيني واسعة كمان. دلوقتي هحط ماسكارا مش هحط لاشز. اسرح بس حواجبي ولو في فراغات كده يعني هعملها بشكل شعراية يعني، وممكن اسيبها عادي. شفايفي بقى هحددها بس واحط ليب جلوس. انا بالنسبه لي طالما الاي لوك هيفي فهدي في الروج والعكس صحيح. بصوا الليب لاينر يعني هدخله كده حاجه خفيفه على جوه كده. خلصنا، هرش بس سيتنج سبراي. ترى كده خلصنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الفيديو ده زي ما انا اتبسطت، بغض النظر عن اللي حصل في الايلاينر. ما تنسوش تقولوا لي يعني ايه تجاربكم مع ايلاينر ستري جلام. بس انا مبسوطه يعني. انا بحب ما يكونش في دماغي حاجه واقعد العب كده بالالوان والرسم. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. بحبكم قد الدنيا. باي.